السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصت مباراة المقاولين. أقسم بالله لو الحاجة فير، الأهلي بالطريق لعبوا النهاردة قصاد المقاولين، لو خدنا بطولة الدوري تبقى كرة ظلمة، تبقى كرة ظلمة والله. النهاردة اللي كان اللي حصل في المباراة النهاردة حاجة تكسف. ده النادي الأهلي المصنف الأول على مستوى أفريقيا، ما عندوش صانع لعب ولا عنده مدافع يعرف يطلع بالكرة من قدام، وعنده أحمد عيد وعنده ديانج ده اللي انت بتمسك بيه يا يوز بيض. ده ديانج النهارده حالف بالطلاق ما يلعب كرة صح. ده الكرة حتى العيال بيلعبوها غلط بيديها له ويروح مديها لهم تاني، ومقعدوا لنص الشوط التاني في أرض الملعب. واللي عك النهارده الواد إمام ايه الكرة اللي عملها والجون اللي جه، وزيزو ضيع كرة أسهل من اللي إمام حطها الجون التاني. كرة كانت أسهل من دي، والكرة دي لو اتلعبت 100 مرة يا إمام 4 5 مدافعين والكرة تتلعب من وراهم او تعدي من وسطهم وتشوط في الزاويه الضيقه لابو السعود. ربنا كريم ان احنا جبنا الجون التاني ده. لو محمد سالم جاب الجون بتاع المقاولين ده والنتيجه 1-0، اقسم بالله لو كنا اتغلبنا النهارده، لان احنا النهارده كنا بنلعب بخطه استر علينا يا رب. لا، وكل الكلام ده يتحمله رئيس النادي، مجلس اداره النادي الاهلي كله. كل الكلام ده يتحمله مجلس اداره النادي الاهلي. اوسخ فريق بيلعب كوره في مصر النهارده النادي الاهلي. انت رحت جبت عمرو الجزار، شفت النهارده محمود الجزار، شفت الجون اللي سجله النهارده في سيراميكا. تسيب محمود الجزار بتاعنا اللي هو كان عندنا ابننا وتروح تجيب عمرو؟ انت عاوز تكسب فيه صواب يعني يتعالج عندنا؟ لا لا، حق ربنا يستر بده. يعني انا كنت بدافع عنه وبقول ان عنده نواقص مش نواقص، لا اي حد. يعني انت النهارده انت المفروض تشوف مين اللي يقدم معاك. لكن انت خلاص الناس اللي موجوده دلوقتي ضمنت مكانها. انت ملاعب زيزو النهارده وزيزو راجع من اصابه، وهو زيزو وحسين الشحات عندك بعد الدقيقه 80 لازم حسين ينزل. طب افتكروا لي كوره لزيزو غير الكوره اللي ضيعها. شوف حسين الشحات في ال10 دقائق عمل ايه، ضيع جون. والكوره الواد مروان عثمان احسن كوره لعبها مروان عثمان من ساعه ما جه النادي الاهلي، الكوره اللي حطها بينام بوسط الدفاع بتاع المقاولين. ضيع جون وجاب جون وكملوا نص الملعب وبيروح شمال وبتاع ومسك كوره كتير. كان يعتبر بيقتل الكوره. ياسر ابراهيم مش عارف يزوف، مش يشوط، يزوف الكوره. ياسر ابراهيم المدافع الدولي، ياسر ابراهيم. واللي جاب احمد عيد ده يتحاكم، ده لعيب. وللاسف كريم فؤاد، انت مالكش حظ يا كريم زي الواد محمد محمود، مع انك عارف ربنا وشك فيه قبول مش موجود عند اي حد في النادي الاهلي. وسبحان الله كوره ولا لها لازمه ولا لها عازه، بس يتسأل عنها الدكتور بتاع النادي الاهلي. ده انت بترفع رجلك يا راجل، انت بترفع رجلك. ده انت عملتش تاكلينج ولا عملت حاجه، بس انت شكلك حظك وحش مع النادي الاهلي. وربنا كبير، وباذن الله ما يكونش اصابه جامده وترجع تكمل تاني، ويجددوا لك باذن الله. لو ظهرت بمستوى كويس انت احسن من اي حد يجددوا لك. وانت حسين شحات، هو الكابتن مش عاوز يجدد لك سنتين و20 مليون؟ طب اقسم بالله يا حسين انت اهلاوي اكتر من الكابتن محمود الخطيب. انت لو رحت بيراميدز قال لك 3 سنين وقال لك المبلغ اللي انت عاوزه، يعني ممكن تقفل لك 200 مليون جنيه في بيراميدز في 3 سنين. هنا الكابتن مستخسر فيك تلعب سنتين وعاوز يجدد لطاهر محمد طاهر. نقول ايه للكابتن محمود؟ ده انت لو بتعمل ضد النادي الاهلي مش هتعمل اللي انت بتعمله ده. النادي الاهلي محتاج فريق كامل، محتاج فريق كامل من اول خط الدفاع على نص الملعب للهجوم. انت عندك تريزيجيه الله يكرمه، هو ربنا اللي كرمنا بتريزيجيه. الجول الاولاني ده تريزيجيه كان واقف في الهوا قبل ما الواد امام يلعب. لو شفتها هتلاقي تريزيجيه واقف في الهوا ولعبها عكس اتجاه الجون، مش اي واحد يجيبها. لو اي حد كان ممكن حطها في ايد
ابو سعود، لا ده كنا نقرا في الارض جنب العرض، كانت هتيجي في العرض. تريزيجيه، يا ريت نلعب تريزيجيه راس حربه، وحسين يبدا من اول المباراه، وتلعب محمد رأفت، وديانج ده ياخد جنب. شفت الواد اللي اسمه متى مجاسة بتاع زد؟ قد ديانج، واللي جاب ديانج واللي اتعاقد مع ديانج لمدة 10 سنين. لعيب بيلعب برجله الشمال وبيلعب برجله اليمين، ماله نص الملعب ويروح شمال وبيدافع وبينزل تحت يغطي بالرأسية وبيزيد وبيشوط. شوف ديانج النهارده بيشوط كورة قد دي المعزة، كورة بالطب، حط رباط الجزمة فيها وهتروح، بيشوطها بالطريقة ده، وراجل محترف. واشرف بن شرقي في الشوط الثاني يا شويه بقر، بتلعبوا يمين وبتلعب حسين شحات شمال. مفيش واحد من اللي موجودين عندك في الجهاز الفني قادر يلفت نظرك، وانت واقف زي ما يكون مرشوش عليك دش سخن ولا دش ساقع، عامل زي ما يكون شارب جاز، شارب جاز. ربنا يسترها. مباراة الترجي، مباراة الترجي عندهم واد بيلعب يمة اليمين برجله الشمال، مش عارف اسمه علي ايه، واد مالوش حل، رجليه الشمال دي تتلف في حرير. وعندهم مهاجم قد ضرفة الباب، لسه ما كملش 20 سنة. هنعمل ايه مع الترجي وجمهوره هناك؟ لا قدر الله، ده احنا لو اتغلبنا 1-0 هناك ممكن ما نقدرش نفوز 2-0 هنا. وانا قلبي حاسس ان الملعب المالي هيفوز على صن داونز. النهائي هيكون الهلال السوداني مع اي فريق، يا الاهلي يا صن داونز. وباذن الله تعالى الواحد بين نارين، يشجع الجيش الملكي ولا يشجع بيراميدز. بس على الوساخه اللي احنا شايفينها هنا وقله الادب، هما الاثنين ما يفترقوش عن بعض. بس هنا شغل حريم، هنا شغل حريم. وللاسف جماهير الزمالك انا ما اعرفش، المفروض نرجع تاني، اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد انبي، نرجع تاني. مش فريق زي كده مبني، ولا بيعمل استثمار ولا بيعمل خرا، ولا عندهم مركز حد، قاعدين ايه، قاعدين في شقه، مقرهم في شقه، ويقول لك بعمل استثمار. ربنا يسترها. الزمالك عنده 3 لعيبه طلعوا من قطاع الناشئين، محمد السيد ومحمد ابراهيم والواد ابن ايمن عبد العزيز والواد شيكوبانزا. اقسم بالله شيكوبانزا المباراه اللي فاتت كان عباره عن قطر، كان بيرجع ياخد الضربات الركنيه بالدماغ وياخدها، خلى الشيبي ما قدرش يفتح بقه. شيكوبانزا اللي جماهير الاهلي بتتريق عليه. الزمالك بتعرف تختار مدربين وتعرف تختار لعيبه. كان زمان في لعيب اسمه فرج شلبي كان بيلعب في بلديه المحله، كان مرتضى منصور جابه، وجماهير الاهلي بقى تقول لك ايه، ولا فرج شلبي يقول لك ايه، يونس شلبي. اقسم بالله لعيب كانت ما يقل مهاره عن محمد صبري وعن خالد الغندور، اللي كان بيلعب يمة الشمال فرج شلبي ده. والاهلي حيفي عشان يجيبه في الاخر، وطفشوا من الزمالك والاهلي ما جابوش. انا مش بقول كده علشان جماهير الزمالك، جماهير الزمالك اقسم بجلاله الله انا ما لقيت زيها. انا الفيديو اللي كنت بشتم فيه لاعيبه الاهلي ولاعيبه زد عشان تضييع الوقت، منشنج وزاره الداخليه، منشنج سيف زاهر، منشنج مش عارف، انتوا عايزين تحبسونا؟ طب انا خدت قعده ان انا ما بقتش اتكلم عليكم، بتكلم عليكم حلو، لان انتوا تستاهلوا والله. والله الفريق بتاعكم بقى يلعب كوره 10 على 10 وبيلعب احسن من الاهلي 100 مره، بشويه عيال صغيره، وعندهم الواد ناصر منسي، وعندهم مهاجمين، وعندهم اطراف، وعندك الواد احمد فتوح في نص الملعب، ما شاء الله ما شاء الله. يا ريت تحبوا ناديكم وسيبوكم من الاشكال الوسخه، سيبوكم من الاشكال الوسخه. انتوا لو حبيتوا ناديكم اقسم بالله هنبقى احنا اهلي وزمالك، ولو اي فريق تاني عمره ما هياخد مركز تاني في وجود اهلي وزمالك. مرتضى منصور ما عرفوش ياخدوا مركز تاني، ومرتضى منصور موجود في الزمالك.
ربنا يسترها بإذن الله على النادي الأهلي.